محمد يوسف ممثل مصري كلنا بنحبه وكلنا عرفناه في صعيدي في الجامعة الأمريكية وخالتي فرنسا والمعلم شكل وساعة القلبة وصعيدي في الجامعة الأمريكية. محمد يوسف هو ممثل مصري، اتولد يوم 27 يوليو 1928، وكان مدرس مصري. ولد في القاهرة وبدأ مسيرته الفنية عام 1948. محمد يوسف، تعالوا أقول لكم على القصة بتاعته اللي ضحكتنا وهتضحكوا. واللي وصلت لحد هنا اعملوا لايك واشتراك وتابعوا القناة، هيوصلكم مني حكايات كتير وأخبار كتير ومعلومات كتير عن فنانين هتوحشكوا ووحشتنا وموجودين معانا، وفي منهم اللي افتكروا ربنا. الله يرحمهم جميعا اللي توفى وربنا يديهم الصحة للي عايش. اتعين محمد يوسف مدرس في الفيوم، وهناك سكن في بيت صاحبته زي ما بيوصفها أرملة من الوزن التقيل ذات قوة خارقة وصاحبة شهرة في دنيا الفتونة، وكانت بتحبه علشان كده كان بيحاول يهرب منها وكانت بتلاحقه باستمرار. فكان يرجع البيت يلاقي الشقة مترتبة والأكل جاهز، وفضل على الوضع ده يوسف في يوم وبيفتح الباب لقى الست قاعدة في وشه وحاطة الأخضر والأحمر. وبعد حوار قصير بينهم طلبت منه يوسف انه يتجوزها. وش كده قالت له اتجوزني، لانها بتحبه مع وعد بانها هتتنازل ليه عن البيت، يعني هتتجوزني وهتنازل ليك عن البيت. وقف يوسف مش عارف يعمل ايه، فقال لها طيب اديني فرصة افكر. وبعد يومين وفي الظلام، يعني الدنيا ليل والناس نايمة وهي نايمة، لما حاجته هيلا بيلا وهرب من البيت وافتكر انه خلص منها خلاص. بس ايه هيروح منها فين؟ لحد ما دخل المدرسة في يوم ولقاها واقفة قدامه وبتقوله انت بتهرب مني ياه، ولسه ما كملتش الكلمة. وطبعا ما سمعش بعدها هي قالت ايه، لانه فاق في المستشفى ولقى راسه ملفوفة وعرف ان الست رزعته بالشومة في دماغه. وللمفارقة كمان لما لقيته بينزف قلبها رق عليه ونقلته المستشفى وفضلت جنبه لحد ما اطمنت عليه. وهنا القصة بتاعت محمد يوسف الفنان الكبير مقاما وسنا. وهنا صدق اللي قال الحب بهدلة. يلا اشوفكم في فيديو جديد، اعملوا لايك وشير ومشاركة واستنوا الفيديوهات، قصص كتيرة هتعجبكم. مع تيتا، مع السلامة.